الأزواج حينما التحقوا بالدولة المالية الإسلامية العريقة المعروفة أعتقد في القرن ال13 فعلوا ذلك بإرادتهم، وحينما احتلتهم فرنسا احتلتهم بعد احتلال جنوب مالي، والأزواج كانوا تابعين لسلطنة مغربية في تلك المرحلة باعترافاتهم. وبعد الاستقلال مباشرة طالبوا بحقوقهم، وبقيت المسألة مستمرة ومورس عليهم كثير من الإجحاف وكثير من الظلم. ومهما تعقدت الأوضاع بفعل تدخل الإرهاب والتدخل الدولي وقضية مخدرات وغير ذلك، كل هذه الأشياء طال الزمن أو قصر ستنتهي، ولكن قضية الأزواج ستبقى. مرحبا بك وسهلا أهلا. الأزواج عندها علاقات مع المغرب قديمة، الأزواج ما عندها علاقات مع الجزائر، عندها علاقات مع المغرب قديمة، والأزواجيين هم اللي الأكثرية فيهم كامل جاي من شر المغرب كامل، واستحقوا علاقاتهم مع المغرب بدون الجزائر. هذا هو الحقيقة. ولكن الجزائر هي اللي رفضت، هي واللي هربت أن تكون هي ضد الجزائر، هي واللي عدلتها، هي رؤسائها كل الوقت يقولوا عنه وحدة المالي. مرحبا بك وسهلا.